السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة البرتقال، من الكيكات اللي مشهورة جدا في فصل الشتاء، ومن الكيكات اللي بتبقى سهلة وبسيطة كده ومكوناتها موجودة في كل بيت. هقولك على السر النهاردة اللي هيخليها ناعمة معاكي كده وجميلة وهشة كمان. خلال الفيديو اسمعي بقى للفيديو للآخر، هتلاقي فيه معلومات جميلة جدا هتفيدك ان شاء الله وتقدري تنفذيها. يلا كده نشوف المكونات معانا ايه النهاردة. انا كده جايبه دقيق من عند العطار عادي يعني سايب. خدت منه كده 5 كوبايات من الدقيق. ببتدي كده ايه انخلهم. اهم حاجه يا جماعه ان ننخل الدقيق كده كل شويه، يعني مره واتنين وكده، على اساس ان احنا ندخل الهواء في الكيكه بتاعتنا. كده 5 كوبايات هم زي ما انتم شايفين. بصوا، بقعد بعد ما نخلتهم اول مره بقعد كده ايه انخل فيهم كده كل شويه، يعني لغايه ما اتاكد كده ايه ان الدقيق كله كده اللي في الطبق اتنخل معايا. بعد كده هاخد 3 معالق من النشا. ده السر بقى هنا، ده اللي هيدينا النعومة كده والطراوة اللي انتي هتشوفيها معانا في الكيكة دي النهاردة. وهنزل كده بظرف من المحسن الكيك شيف يعني. وهنزل كده برشة بسيطة من الملح. بنخل الملح عشان لو في حبيبة مثلا اللي هي بتبقى الخشنة دي ولا حاجة اتخلص منها. وببتدي برضو ادي نخلة كده على السريع للدقيق. وكده بدمج كل المكونات بقى مع بعضها. ده كده المكونات الجافة ركنتها على جنب. هاجي بقى هنا الكيكة دي بقى من حلاوتها وسهولتها هنعملها مع بعض في الخلاط. معانا كده 5 بيضات. البيض ده يا جماعة بيض بلدي ويفضل جدا يعني علشان ريحة الزفارة وكده. وهنزل كمان برشة من الخل. وهنزل ب2.25 كوبايات من السكر، والسكر حسب الرغبة هتاخد معاكي من 2.5 كوبايات لكوبايتين زي ما انت عايزة بقى تحكمي في السكر بتاعك. وطبعا الفانيليا بتاعتنا. بقعد اضربهم كده مع بعض. امشي بقى مع الخطوات كده واحدة واحدة. بضرب السكر والبيض مع بعض الاول كويس جدا لغاية لما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل ب1.5 كوباية من الزيت. ممكن تنزلي ب1.5 كوباية زيت على سمنة، وممكن تنزلي بكوباية سمنة ونص زيت زي ما تحبي. وبتبقى بصراحة جميلة وحلوة قوي بالزيت الذرة. نزلت كمان كده بكوبايتين دوت عصير برتقان. انا عصراه كده في عصارة البرتقان. وهنزل هنا باللون الغذائي دوت. انتي لو يعني عايزاه ماشي، مش عايزاه براحتك. لو مش موجود عندك اللون الغذائي، انا حطيت منه نقطتين 2 بس. بصوا يعني ايه درجته مش باينه قوي. ممكن تنزلي بكيس تانك مانجا، اللي هو التانك دوت، تاخدي منه معلقتين بيديكي برضو نفس اللون. بضربهم بقى كويس كده. بس اهم حاجة نمشي واحدة واحدة، نضرب كل حاجة مع بعضها. يعني مثلا البيض والسكر مع بعض الاول، بعد كده ننزل بالزيت ونضربهم مع بعض، بعد كده ننزل بقى بالعصير البرتقال لغاية لما نتأكد ان كل المكونات بتاعتنا امتزجت ببعض. هنا انا خلطت الخليط كله. حسيت ان الخليط بتاع الكيكة تقيل معايا شوية. خد معايا كده تاني نص كوباية من العصير البرتقال، يبقى كده كله 2.5 كوبايات من عصير البرتقال. بقعد بقى ايه ادمجهم برضو في بعض كده زي ما انتم شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله، ناعمة وجميلة جدا. معايا بقى هنا ال5 كوبايات دي دولت اللي احنا حطيناهم. انا هعمله في صينية مقاس 40. بسم الله ما شاء الله، صينية جميلة كده وكبيرة عشان بقى مفرقة على الحبايب كده. ببطن الصينية حلو كده دي معلقة حلوة كبيرة من السمنة البلدي. بتفرق خالص بقى في طعمها وفي ريحتها كمان، وفي لون الصينية بتاعتك من تحت. يعني لون الكيكاية من تحت كده لما تبطنيها بالزبدة كده هتديكي اللون الذهبي الجميل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. طبعا انا اول ما ابتديت ان انا اجهز في الكيكه بتاعتي مشغله الفرن بقى بتاعي ومظبطاه كده على ما اعمل الكيكه يبقى الفرن جاهز معايا ادخل فيه الكيكه على طول. فضيت كده الكيكه بتاعتي في الصينيه، وهبتدي بس كده ايه اخبطها خبطتين 3 عشان تطلع اي فقاعات بقى فيها كده. وهنا دخلتها بقى في فرن بقى مسبق التسخين. زي ما انتم شايفين انا بحب احطها على طول على الصاجة، يعني لان الصينية بسم الله ما شاء الله كبيرة معايا. هنا بعد ما خدت بالظبط في الفرن ساعة بالظبط،
ابتديت ان انا اختبرها، لقيتها الحمد لله كده بقت كويسة. ولعت الشواية من فوق بس يا دوبك تاخد لون خفيف، دي بقى ليكي انت حرية الاختيار. بس انا عن نفسي بصراحة ما بحبش اطلعها من غير ما يعني تاخد لون من فوق، لاني بحس ان ساعات بتبقى ملزقة على خفيف كده. انما احنا لما نحطها تحت الشواية كده يا دوبك تاخد بقى حتى لو درجة افتح من كده، بتضمني ان التلزيقة دي ما تكونش موجودة في الكيكة. هبتدي بقى هنا اقطعها بقى عشان افنش معاكم الفيديو، هي سخنة بقى معلش، بس عشان انهي معاكم الفيديو كده يعني. لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا فضلا بقى وليس امرا، اشتركوا في القناة وفعلي الجرس كده وحطي لي لايك بقى عشان تشجعيني، وكومنت حلو كده. اتمنى بقى ان انتوا كده تتفرجوا على الفيديوهات السابقة، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتستفادوا منها حتى لو بحاجة بسيطة. بصوا عايزة اقول لكم، بصوا الكيكة، بصوا لونها يا جماعة تحفة والله العظيم. لونها حلو قوي وريحتها كانت قلب البيت كله بقى. وبصوا مع انها سخنة بس مش مهرودة معانا ولا حاجة. بصوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا نقسمها بقى كده. بصوا النعومة اللي في الكيكة من جوه، واخدين بالكم؟ بصراحة يعني يعني خطواتها بسيطة جدا وكلها موجودة في كل بيت. بصوا اللون من تحت ذهبي وجميل ازاي. دوت كده من تبطينة الزبدة اللي احنا حطيناها، ما برشش دقيق بصراحة ولا اي حاجة. وادي الكيكة بقى سخنة معايا كده بصراحة، بس عايزة اقول لكم طرية كده وهشة وجميلة جدا والله. جربوها كده بقى وعلى ضمانتي. عايزه اقول لكم بقى ان انا بعشق الحروف اللي هي بتبقى في الجناب دولت، مش قادره اقول لكم بقى مدى الجمال بقى. إيه يعني انا ممكن اخد اكتريه الحروف ديت، ممكن انا اللي اخدهم انا واختي. وادي كده بقى شكل الكيكه بتاعتنا، ارتفاعها حلو قوي. عايزه تعمليها في صينيه إيه مثلا مقاس 35 او 36 عادي، بس انا بصراحه عملتها في صينيه مقاس 40. ادتني الارتفاع اللي انتوا شايفينه دوت، ارتفاعها مظبوط. وهي كده بصراحه حلوه قوي. زي ما بقول لكم بقى كده، تعالوا نفرق على الحبايب. هحط بقى كده إيه في اطباق فل كده. دي بقى كانت وصفة النهاردة كده، سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها موجودة في البيت. بصوا الجمال بقى والحلاوة. ولا ريحتها والله العظيم مش قادرة اقول لكم. عايزة اقول لكم بقى ان ايه من ورا التليفون كده بقى عمالين يتخانقوا معايا، وعلى اللي عايز يمد ايده واللي عايز يدوق. وقلت لهم اصبروا بقى عشان ننهي الفيديو كده على خير. هنا بقى تعالوا كده نشوف. بصوا طراوتها مش مستحملة بقى كمان وهي سخنة بصراحة، فكانت بتتقطع مني كده. فهحاول بقى اهو زي ما انتم شايفين. انا بحب ادوق بصراحة معاكم يعني الحاجة، هو ده اللي انا يعني بحب ادوق في وقتها كده، ان بعد كده ممكن ما اكلش تاني خلاص بقى. بس اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.